خليك رايق يا غالي، غير جوك يا لالي، نزلنا فيديو تاني مع عمر حامو. مري سيدي. خير يا حضرة الشرطي، في شيء؟ ليش قطعت الإشارة الحمراء؟ لا هي ما حبيت ابنك دوب. لا يا سيدي، معقول انا اكون بدولة أوروبية وأقطع الإشارة لونها حمراء؟ يا الله وكيلك وقطعتها كانت لونها خضراء. الكاميرا صورتك وأنا شفتك بعيوني اللي بده ياكلن الدود إنك قاعد عم تقطع الإشارة وهي حمراء، وبعدين هي الإشارة بتطول كل 10 دقايق لتصير خضراء. شوف طز لساتها حمراء. الله وكيلك ووكيل السماء والأرض، وقطعتها كانت لونها خضراء يا سيدي. ليش أنا هيك منحوس ليش؟ ولا قرد ولا شو قصدك؟ ولا شو قصدك؟ يعني أنا كذاب؟ لا أعوذ بالله يا سيدي، معقول أنا كذبكم؟ ولك أنتوا الحكومة، أنتوا الشيء ونحن لا. يعني إنه قصدي وقطعتها الإشارة والله العظيم كانت خضراء. نحن الحكومة بنشوف كل شيء وبنحمي المواطنين من المخالفات اللي أنت هلا خالفتها، وكمان نحن خلاص صرعتني يا طيب. قصدي يا سيدي إنه تفضل هلا شو المطلوب مني؟ مخالفة بقيمة 60 يورو رح تصلك على البيت، لأنه هالكاميرا اللي قدامك صورتك وعرفت عنوانك وعرفت شكلك وقصدك وفستك وكل شيء. يلا معودين ولا بقى تعيدها. يلا سلامي خوي. بس 60 يورو؟ إيه ما قلت شي والله يا سيدي. رونلح الله معك، الله يخلي لنا اياكم يا رب. وين طلعت لنا هلا هي؟ لك يضرب حظي ولك ايه والله هلا اكلت مخالفه ب 60 يورو. قال ليش قطعت الاشاره وهي حمراء؟ مع العلم الله وكيلها كانت خضراء، بس انا حظي نحس. ما في منين دفعناه. عندي كم قنينه بالبيت. شنو صار بتعرفك هو بالمانيا القناني تبع الكولا والمي بتترجع، ولك ايه مصاري لكن ببلاش. لك ايه بيطلع له شي 50 يورو. بدك 20 يورو منه؟ ايه يلا قول يا رب، اذا طلعوا 50 يورو بحول لك ان شاء الله. روح حط عينه بال 50 يورو تبعي، هلا بدي ادفع فيهم المخالفه انا. ضرب حظي. $50 يا والله نعمة كريم. شكرا على التبرع. لك شو شكرا على تبرع؟ ولك والله العظيم ضغطت على هذا تبع انه خلاص موافق. يضرب حظي يضرب يا حبيب يا هو. ايه حظي بعرفه والله العظيم ضغطت على الموافق. وليدو بس سؤال صغير، الاناني اللي بتترجع هون بالماركت تبرعت فيهم بالغلط، راحوا ما بيترجعوا يعني؟ ايوه الله لا يعطيك العافيه على الخبريه، قصدي يعطيك العافيه. يلا روح حكيك بعدين. منين بده يجيبها هلا حق المخالفه هلا؟ ها من وين؟ لك هو اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. شو هاد؟ حتى الكهرباء ضدي، حتى الكهرباء. أمري الله مالي غير الشمعة. ولك شو هالحياة اللي عايشة أنا ها؟ من دون كهرباء ومنحوس من كل النواحي ومخالفات وراب. ايمت بدي اتزوج ويصير في عندي اولاد ويجوا لعندي يقولوا لي يا بابا يا بابا اعطينا 5 ليرات واعطيهم 10 ليرات بدل الخمسة. ومرتي تقول لي ابن عمي الغدا صار جاهز. مالي غير لعبة البوبجي، لأنه في كتير عالم تزوجت من ورا هاللعبة، فيها خيرات الله بنات، بلكي أنا نصيبي بهاللعبة. يلا نسمي بالله. ها قوليلي ايمتى تجي خطبة؟ الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي؟ ايه خلص ماشي، لكن بإذن الله. بس في مشكلة. شو هي المشكلة بالله؟ أنا متحولة. ألو. بحبك
بحياة ربك بتحول؟ صار لك بالصبح هذا عم تحكي معي، اخر شي بتطلع بتحول ولا؟ لك يخرب بيتك روحتني كل احلامي. روح لنا ولاد، روح لنا. يضرب حظي ولك شو منحوس من كل النواحي. مين بدكم جايين هلا؟ حضرتك ابو بكر البطيخ. ابو بكر المشموش هلا بطيخ مشموش دراك ولا نفس الشيء؟ تفضل شو بدك؟ في عندي تعليمات لازم نسفرك برا البلد. تسفروني؟ ولوين بدكم تسفروني بالله وشو السبب؟ شو السبب؟ ولك يخرب بيتك، في حدا بياكل 10 مخالفات بيوم واحد؟ ايوه اكلنا خوخ. ولوين بالله بدكم تسفروني؟ لوين بدنا نسفرك يعني؟ على امريكا، على الصومال، ومن الصومال بتروح على البلد اللي بدك اياه. الصومال؟ ويلكم تو الصومال. اهلا بكم معي بنشر الاخبار اليوميه، وهناك اخبار غير ساره عن دوله الصومال. ودولة صومال غرقت بأكملها بالمياه الأمطار هي وشعبها المسكين. لان هناك شخص منحوس يدعى ابو بكر البطيخ. ليس البطيخ، أبو بكر المشمش. لم يعد هنالك دولة اسمها الصومال من اليوم. لا إله إلا الله، لم يعد هنالك دولة اسمها الصومال. نعم قل لهم. نعم أيها الأصدقاء، مثل ما تسمعون لم يعد هنالك دولة اسمها الصومال. الله أكبر. لك شو صار؟ الظاهر البطيخ اجى لهون. لك مو البطيخ، المشمش. لك المشمش، بطيخ، دراع، المهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. آمين اللهم ارحمنا. آمين اللهم ادخلنا في الجنة. آمين اللهم آمين. لك لسه ما قلت. اللهم ولي شو هالصوت؟